الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. غنبداو إن شاء الله الحلقة الثانية من السيرة النبوية بالدارجة المغربية. يعني بعد ما شفنا في الحلقة الأولى من السيرة النبوية بالدارجة المغربية كيفاش كان العالم قبل الميلاد ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفاش كانت قريش وشلنا العائلة ديال النبي عليه الصلاة والسلام. دابا غنشوفوا الميلاد والطفولة والشباب ديال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل ذلك بغيت نبدا الدرس بواحد الحديث شهير بأن لله يعني ملائكة يلتمسون مجالس الذكر. الله سبحانه وتعالى عنده واحد الملائكة تيقلبوا على مجالس الذكر، ومن بين مجالس الذكر بحال هاد الدروس هذه، درس السيرة كذلك تعتبر مجلس من مجالس الذكر. في تلقاو هاد المجالس يعني يحف بعضهم بعضا بالأجنحة ديالهم، يعني واحد فوق واحد يحف بعضهم بعضا، يعني تيجي واحد فوق واحد بالأجنحة ديالو حتى توصلوا للسماء. وتسولهم الله سبحانه وتعالى بعد تيرجعوا عنده، وهو أعلم بعباده. يقول يعني هاد الناس أشنو باغين، أشنو تيطلبوا. يعني هو حديث طويل، تيطلبوا المغفرة ديالك وتيطلبوا أن تجيرهم من النار، يعني ما يدخلوش النار وبأن يدخلوا الجنة. الله سبحانه وتعالى تيقول أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. يعني قال لهم قالوا ليه يا ربي راه معاهم واحد السيد غير كان دايز شاف داك المجلس ما لقى ما يدار قال اجي نجلس معاهم. قال لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني اشنو تعني هذا؟ تعني ان الواحد، يعني احنا ناخذ مثلا في هذا العصر ديال التكنولوجيا، الواحد يبقى يتفرج مثلا في لي ريلز ولا في لي فيديو بحال هكا، تيبقى تيقلب يقلب يقلب يقلب. الوغ الا لقى شي درس ولا لقى شي حاجة ديال الذكر وتوقف فيها، فإنه كذلك تعتبر من هاد الناس اللي تحفهم الملائكة واللي تيقول عليهم الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا كنا شلنا بأن سيدنا إسماعيل هو أبو العرب، سيدنا إسماعيل هو اللي جمع العرب، وشلنا كذلك بأن قصي هو اللي جمع قريش. قصي هو اللي جمع قريش وبنى دار الندوة. وكلمة قريش في حد ذاتها تتعني التجمع. إذا كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام جاء باش يفرق؟ كانوا تيقولوا لي بأنه كان تيفرق بين الأب والابن ديالو، يعني هذا لا يعقل. إذا الأوضاع في الجاهلية قبل البعثة ديال النبي عليه الصلاة والسلام كانت صعبة بزاف. وكما قال سيدنا جعفر بن أبي طالب يعني في واحد الخطبة غادي نشوفها إن شاء الله في الهجرة إلى الحبشة، يعني قال بأنه كنا قوم أهل جاهلية، كانوا تيعبدوا الأصنام ويأكلوا الميتة وتيديروا الفواحش وتيقطعوا الأرحام، وكان القوي يأكل منهم الضعيف، وكان وأد البنات كذلك. خاصنا نعرفوا عاوتاني واحد القضية، هو أنه كل ما نحتاجه يعني إلى يوم القيامة غادي نلقاوه في السيرة النبوية. يعني غنقتديو بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش كل الأشكال. يعني عاش غني وعاش فقير، عاش قوي وعاش ضعيف، عاش حاكم ثم عاش محكوم، عاش معاهد ومسالم ومحارب، يعني جميع هاد سميتو عاشهم. وتعامل يعني جميع أطياف المجتمع، تعامل مع اليهودي، تعامل مع المسيحي، تعامل مع العرب، مع العجب. يعني اش بغا نقول لك؟ بأن السيرة النبوية هي واحد التجربة اللي هي ثرية بزاف. غتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل، غتقتدي به وهو أعزب، غتقتدي به وهو متزوج وعنده أولاد وما عندوش أولاد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الصالحة. وباش زوين عاوتاني السيرة النبوية، زوينة لأنها قابلة للتطبيق، لأنها خالية من المعجزات الكبار. يعني في تنشوفوا مثلا سيدنا عيسى ولا سيدنا موسى، تنشوف بأن القوم ديالو يعني ما آمنوا بهم حتى شافوا يعني المعجزات الكبار. يعني المسيح عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وكان طلبوا القوم ديالو بأنه ينزل واحد المائدة من السماء عاد يآمنوا به.
وسيدنا موسى كذلك ما آمنوا به يعني الناس دياولو ولا القوم ديالو حتى شافوا المعجزات الكبار، شافوا العصا وشافوا انفلاق البحر وتفجر الماء من الحجر إلى غير ذلك. يعني السيرة النبوية خالية من المعجزات الكبار. صحيح كاين بعض المعجزات، ولكن ما أثرتش في سير الأحداث. يعني اش بغيت نقول هنا؟ بغيت نقول بأنه يعني الصحابة فين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما آمنوش حيت شافوا المعجزات، بل آمنوا عن اقتناع يعني عقلي واقتناع وجداني وقلبي. يعني اقتنعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتنعوا بالدين. إذا نكملوا الأحداث ديال السيرة النبوية، وكنا توقفنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد 50 يوم بعد حادثة الفيل. يعني فين كانت حادثة الفيل؟ دازت 50 يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ولد في 12 ربيع الأول. وخصنا نعرفوا واحد الحاجة مهمة، هاد 12 ربيع الأول راه هو التاريخ الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التاريخ الذي بعث فيه، وهو التاريخ الذي أسري فيه، يعني الإسراء والمعراج غادي نشوفوه من بعد، وهو التاريخ الذي هاجر فيه الهجرة إلى المدينة، وهو التاريخ الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول دائما أنها لم تجد لحمل النبي وجعا ولا مغصا، وإنما كان حملا خفيفا. وكانت شافت واحد المرة في الرؤيا بأنه خرج منها واحد النور أنار قصور بصرة في الشام. وتقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام فين تزاد عليه الصلاة والسلام يعني انطفأت نار الفرس وانكسرت 14 شرفة من القصور ديال الروم. فرح به جدو بزاف بزاف وسماه محمدا. علاش؟ كي يكون محمودا في الارض وفي السماء. وشكون اللي فرح به بزاف كما قلنا سابقا؟ فرح به عمو ابا لهب. ابا لهب كان عزيز عليه بزاف النبي عليه الصلاه والسلام، بحيث انه اعتق الجاريه ديالو ثويبه اللي كانت المرضعه الاولى ديال النبي عليه الصلاه والسلام. وخاصنا نعرف واحد المعلومه كذلك، بان الابناء ديال ابا لهب، عتبه وعتيبة، كانوا تزوجوا، يعني كانوا يكتبوا على رقية وأم كلثوم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تبعث النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أول مرضعة اللي هي ثويبة، يعني بداو تيقلبوا النبي عليه الصلاة والسلام على مرضعات. وكانت واحد القبيلة اللي هي معروفة بزاف، هي قبيلة بني سعد بني بكر. هاد القبيلة كانوا فيها المرضعات، وكانوا تيجيو لمكة، لأن مكة كانت هي المدينة، كانت هي الحضارة، وتياخذوا الأطفال ويديوهم البادية يرضعوهم تماك باش يتعلموا الفصاحة والبلاغة، وكذلك حتى القوة الجسمانية ديالهم تتولي قوية. في حين أن مكة ولا الحضارة كانت معروفة بالأوبئة وبالأمراض، يعني تحاولوا يخرجوهم البادية يتربوا بعداك واحد العامين تماك يرضعوا فيها ثم يرجعوا. وجاو المرضعات من قبيلة بني سعد، وكان من بينهم حليمة السعدية وزوجها الحارث بن العزى. كانوا راكبين على واحد الأثان، يعني واحد الحمارة صغيرة، وكانوا حاملين معاهم واحد طفل صغير. وهاد الطفل كان تيبكي بزاف. علاش؟ لأنه الثدي ديال حليمة السعدية كان فارغ من الحليب، لأن القبيلة ديالهم فيها قحط وفيها جفاف، وتيبكي ما تيسكتش، يعني جايين غير بشوية، بحيث أنه المرضعات الأخرينات سبقوهم لمكة، خداو الأطفال المزيانين كما تيقولوا اللي باواتهم لاباس عليهم، اللي باواتهم عايشين. وصلت حليمة السعدية بدات تتقلب، ما لقات حتى شي واحد، ما لقات حتى شي طفل صغير، كتبغى ترجع خاوية. حتى قالوا ليها راه كاين واحد طفل بحال تزاد، راه الاب ديالو ميت. قالت غناخدو، اش غندير؟ ما عندي ما ندير، غناخدو. يعني هما كانوا تيقلبوا بالخصوص على اللي باواتهم لاباس عليهم، واللي باواتهم عايشين، يعني اللي غادي يكرموهم. اما واحد باه ميت يعني اش غادي يستافدوا منه؟ قالت جيت اللهم ندي دي معايا شي واحد. خدات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في أول لحظة هنا تتبان الكرامات ديال النبي عليه الصلاة والسلام. من أول لحظة يعني التقم، خدا الثدي ديالها وبدا تيتزرع الحليب في الثدي ديالها، ورضع مزيان حتى نام. والطفل الصغير اللي كان ولد حليمة السعدية واللي كان ما تيخليهمش ينعسوا من البكا، حتى هو التقم الثدي ديالها
وشبع بزاف، بحيث أن الزوج ديالها يعني اندهش، بحيث أن الزوج ديالها قال لها: "يا حليمة، لقد أخذنا نسمة مباركة." وهذه كانت هي أول الكرامات ديال النبي عليه الصلاة والسلام. داو معاه، فين ركبوه في هذاك الحمارة ديالهم، يعني سبحان الله حتى ديك الحمارة ولات عندها واحد السرعة، بحيث أنها سبقات جميع يعني الناس اللي كانوا سابقينها وهذا، ورجعت هي الأولى لقبيلة بني سعد. وبدات الكرامات ديال النبي عليه الصلاة والسلام تتبان في قبيلة بني سعد. يعني قلنا بأن قبيلة بني سعد في الصحراء كانت قبيلة فيها مجاعة وفيها قحط وفيها جفاف، ويعني والخرفان ديالهم ما تلقاو ما ياكلوا. يعني أول كرامات النبي عليه الصلاة والسلام هو أن خرفان الحليمة السعدية فين كانوا تيمشيو يرعاو تيرجعوا ديما شبعانين، بحيث أنه حتى القبيلة بدات تستغرب كيفاش يعني الخرفان ديال حليمة السعدية تيشبعوا والخرفان ديالنا حنايا ما تيشبعوش، ولاو تيقولوا هادوك السراح ديالهم سيروا مع الغنم ديال حليمة باش حتى هما ياكلوا ويشربوا. وكانت حليمة السعدية تقول: لا زلنا نرى من الله الزيادة والخير ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عنده واحد الأخوة من الرضاعة، عبد الله وأنيسة وشيماء. فين دازت عامين خداتو حليمة السعدية رجعاتو لمو، ولكن مو قالت ليها: غير خذيه راه باقي الوباء هنا. ودازت الأيام وكبر النبي عليه الصلاة والسلام مع الخوت ديالو من الرضاعة، عبد الله وأنيسة وشيماء. وفي أحد الأيام وهو تيلعب معاهم، جا واحد 3 رجال كبار، خداو النبي عليه الصلاة والسلام جروه. بداو الأطفال تيصرخوا: لا تلقوه، راه طفل يتيم، راه مات الأب ديالو، خذوا واحد منا. ولكن داو واحد البلاصة، شقوا الصدر ديالو، خداو القلب ديالو، هزوا منه واحد العلقة سوداء، حيدوها وهي حظ الشيطان، ثم غسلوا القلب ديالو بماء زمزم وردوه وخيطوه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي تيعاود على هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، فين كان شافوا الصحابة واحد بحال واحد الخياطة على الصدر ديالو، قالوا ليه ديالاش، وحكى لهم هاد الحادثة ديال شق الصدر. مشاو الأطفال عند حليمة السعدية وقالوا ليها: راه 3 رجالة خداو الابن ديالك وقتلوه. بقات جاتي تجري تتقلب عليه، لقاتو جاي وحضناتو بزاف لأنه كان عزيز عليها بزاف بزاف. النبي عليه الصلاة والسلام غادي نشوفوها من بعد، فين دخل مكة يعني فتح مكة، شاف واحد العجوز كبير جاية ويفرش ليها، وقال: أمي أمي حليمة. يعني الوفاء ديال النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كان. وقال الصحابة: تسناوني نجلس مع أمي واحد السويعة. حليمة السعدية كان عزيز عليها النبي عليه الصلاة والسلام وخافت عليه، وقررت بأنها ترد الأم ديالو يعني في نوصل 4 سنوات. مشات عندها وقالت لها يعني الشيء اللي جرى، وخداتو الأم ديالو. من 4 سنوات إلى 6 سنوات من عمر النبي عليه الصلاة والسلام تربى مع الأم ديالو. يعني بعد ما اكتسب ديك الفصاحة ديال اللسان والقوة ديال البادية، بقى مع الأم ديالو هاد السنتين. وفي السنة يعني في نوصل 6 سنوات خداتو الأم ديالو باش يزوروا الأخوال أبيه بني النجار في يثرب. فين شافوهم وهما راجعين، ماتت آمنة بنت وهب في الطريق، ماتت في واحد البلاصة سميتها الأبواء، وكانت معاها الخادمة ديالها أم أيمن، دفناتها تماك. وهذا هو اليتم الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد اليتم ديال الأب ديالو هذا هو اليتم الثاني. خداتو الجد ديالو عبد المطلب في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام بقى عاقل على الأم ديالو، يعني واخا هاد المدة القصيرة اللي بقى معاها فيها، يعني بقى عاقل عليها بزاف، بحيث أنه في فتح مكة فين كان غادي باش يفتح مكة، داز على القبر ديال آمنة بنت وهب وبقى تبكي بزاف بزاف، وبكى الصحابة حتى هما. من 6 سنوات إلى 8 سنوات تربى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت جد ديالو عبد المطلب. وكما شلنا لعبد المطلب كانت عنده واحد المكانة كبيرة، كانت عنده واحد الهبة في قريش، وكان تيفرشوا ليه واحد الفراش أمام الكعبة، وكان ممنوع على كل واحد باش يجلس في داك الفراش إلا النبي عليه الصلاة والسلام كان تيجلس فيه. كانوا تيبغيو ينوضوا تيقول لهم: لا، خليوا ابني فإن له لشأن كبير. وكان تتصنت معاه الكبراء قريش ووجهاء قريش كلهم. فين وصل النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات توفى عبد المطلب، وهذا هو اليتم الثالث النبي عليه الصلاة والسلام.
توفى عبد المطلب عن سن 82 سنة، ودفن في واحد البلاصة سميتها في مكة سميتها الحاجون. وقبل ما يموت كان وصى أبا طالب عليه، وصى ولده أبا طالب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة الحالات يتم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني باش يعرف أنه ليس له إلا الله. يعني رغم هاد الطفولة الصعبة اللي عاشها، ما فقدش داك الحنان وما فقدش ديك النفسية السوية، وتحمل المسؤولية منذ الصغر. علاش؟ باش يتحمل مسؤولية البشر كلها، يعني فين يوصل 40 سنة. وعمر النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش دور الضحية. عاش النبي عليه الصلاة والسلام مع العم ديالو أبا طالب. وأبا طالب كان واحد الرجل اللي هو فقير، وكانوا عنده الأبناء بزاف، وكان عزيز عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ماشي غير وصى عليه عبد المطلب الأب ديالو، بل كان عزيز عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه ما كان تسمح الأطفال ديالو ياكلوا يعني مجموعين حتى تيكون حاضر النبي عليه الصلاة والسلام. فين شاف النبي عليه الصلاة والسلام بأن العم ديالو فقير، قرر باش يشتغل. ناض هو يشتغل براعي الغنم. كانوا الصحابة سولوه: هل رعيت الغنم يا رسول الله؟ قال لهم: نعم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعى الغنم ديال قريش على قراريط، يعني دراهم قليلة. راعي الغنم علم النبي عليه الصلاة والسلام بزاف ديال الحوايج. علمه روح المسؤولية، علمه القيادة، علمه التأمل، علمه التجميع وعدم التفريق. وهذه خصال كلها يعني ساعدت النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة ديالو باش يجمع الأمة وباش يحافظ عليها. فين وصل 12 سنة خدا العام ديالو لأول رحلة تجارية للشام. وكما شفنا بأن الشام هي رحلة الصيف. خداه لتماك ودازو من واحد المدينة اللي هي بصرة. وفي هاد بصرة كاين واحد الراهب سميتو بحيرة، كان في الصومعة ديالو طالع الفوق وتيشوف القوافل تيمروا. شاف القافلة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويشوف واحد الضبابة تتظلل النبي عليه الصلاة والسلام. وفين ريح لقى كذلك الأشجار، يعني بحال تتظلل النبي عليه الصلاة والسلام. هو يستغرب، مشى هاديك القافلة قال لهم: أنا عارض عليكم اليوم جيو كاملين. هما يجيو، بدا تيشوف الوجوه ويلقى بأنه ما كاينش معاهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: واحد الطفل كان معاكم فين هو؟ قال لهم: هذاك محمد راه حاضر الأمتعة ديالنا. قال لهم: جيبوه بغيتو. هما يجيبوه. فين جابوه بدا تيسولو بعض الأسئلة وتيستغرب، تيسولو تيستغرب. قال لهم: شكون الأب ديالو؟ قال: أبا طالب أنا هو الأب ديالو. قال لي: كيفاش؟ ما يمكنش يكون هذا اللي عنده أب. قال لي: عندك الصح، أنا راه ماشي الأب ديالو، أنا غير العم ديالو. قال لي: واش ممكن نشوفه نقلبه؟ بدا تيبحث ليه في الكتاف ديالو ويلقى خاتم النبوءة، يعني بين الكتفين ديالو. وهو يقول لأبا طالب، قال لي: خود هاد ولد خوك وردو دابا لمكة، راه إلا شافوا اليهود راه غادي يقتلوه. ويخاف أبا طالب، وشدوا ديك الساعة ردوا إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش طفولة عادية، ولكنها كانت طفولة خلاقة، كانت طفولة نبيلة. بحيث أنه في أحد الأيام كان يلعب مع الأطفال، يعني واحد اللعبة ديال حمل الأحجار على العنق. وكانوا الأطفال باش ما يتحردوش من العنق ديالهم، تيحيدوا الإزار ديالهم وتيحطوه في العنق وتيحطوا الحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل نفس الشيء، يعني حيد الإزار ديالو، حط العنق ديالو، بغى يحط عليه الحجارة. إذا به تيحس بواحد اللكمة تتلكم لوجهه، وقائل يقول: شد عليك إزارك، يعني شد إليك إزارك، يعني رجع الإزار ديالك ما تحيدوش. ومن ديك الساعة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني رجعوا بالخوف، رجعوا دغيا. ومن ديك الساعة والنبي عليه الصلاة والسلام كان ديما تيحط الحجارة يعني على العنق ديالو بدون ما يحيد الإزار ديالو. فين وصل النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة، شارك في حرب الفجار ولا حرب الفجار، وهي واحد الحرب نارت ما بين قريش وما بين قيس بن عيلان. وعلاش تسمات حرب الفجار؟ لأنها كانت في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هما ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وهاد الحرب دامت 3 سنوات. والنبي عليه الصلاة والسلام أشنو كان تيدير فيها؟ ما كانش يقاتل، ولكن كان تيقول: كنت أنبل عن أعمامي. يعني كان تياخد واحد الدرع وتيصب النبل على الأعمام ديالو. النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما سد الصنم، عمره ما شرب الخمر،
عمره ما لعب القمار، عمره ما كلا من دوك الذبائح اللي كانوا تذبحوا الأصنام، وعمره ما حلف باللات والعزى، وما كانش تيشارك الأصدقاء ديالو داك اللهو ديالهم. بحيث أنه في أحد الأيام كان بغى يمشي واحد دور من ديار مكة فيه الغناء وداك الشيء، سلط عليه الله النوم يعني قبل ما يمشي، وبقى ناعس ما نوضو إلا حر الشمس. يعني الله سبحانه وتعالى كان تيعصمو من هاد المسائل كلها. النبي عليه الصلاة والسلام في وصل 20 سنة بدأ تيشتغل في التجارة، وكان أول شريك ليه هو السائب بن أبي السائب، وكذلك كان شارك في حلف الفضول. وهذا حلف الفضول يعني كان واحد الحلف كبير اللي ما نكروش النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الإسلام، وقال بأنه لو دعيت إليه لا لاستجبت. وفي هذا حلف الفضول فين تعرف على أعز الأصدقاء ديالو أبو بكر، وغادي نشوفوا إمتى غادي تسمى أبو بكر الصديق بالصديق. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شن بأنه شارك في حرب الفجار، وكذلك شارك في حلف الفضول. يعني شارك في الحرب وشارك في السلم. علاش؟ باش تكون عنده ديك النفسية والعقلية ديال الحرب والسلم معاه. اشتغل بالتجارة وتعرف بالصدق والأمانة ديالو، وسمعت به واحد السيدة اللي هي عظيمة وغنية، هي السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة بنت خويلد عندها واحد الفلوس بزاف، عندها فلوس كثيرة، وكانت تعطي الناس باش يتاجروا ليها، وكانوا تيمشيو يتاجروا بالأموال ديالها وتعطيوها الربح. إذا خدم معها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي رسلت معاه الخادم ديالها ميسرة باش تشوفوا كي داير. خرج معاه الخادم ديالها ميسرة للتجارة، وبدا تكتشف يعني الكرامات ديال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تيحكي بأنه شاف أن النبي عليه الصلاة والسلام فين وصلوا للشام جلس في واحد الشجرة، وناض واحد الراهب آخر من غير بحيرة اللي نعرفو، وسولوهم شكون نتوما؟ قال لهم حنايا من مكة. قال لهم ما تريح في هاد الشجرة إلا نبي، وهاد الأخبار وصلها ميسرة لخديجة بنت خويلد. كذلك ميسرة لاحظ الأمانة والصدق ديالو، بحيث أنه التجار في تيقولوا لي يحلف باللات والعزى ما كانش تيحلف بهم، ما كانش تيبغي يحلف بهم. هادشي كامل عاودوا ميسرة لخديجة بنت خويلد، يعني عاود ليها الصدق ديالو والأمانة ديالو والأخلاق ديالو، بحيث أنه كان معروف بواحد اللقب الصادق الأمين. كان انبهرت السيدة خديجة من الأمانة والصدق ديال النبي عليه الصلاة والسلام. كان معروف النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، وكان في تمشي للتجارة ديالها تجيب ليها الربح مضاعف، يعني مضاعف بكميات كبيرة. والسيدة خديجة كانت من كبار سيدات يعني مالا وجاها، وكان فات لها تزوجات 2 مرات. تزوجات المرة الأولى من أبو هالة التميمي، وتزوجات المرة الثانية من عتيق بن عابد، وهاد جوج الأزواج ديالها كانوا توفاو. أبو هالة التميمي ولدات منه 3 الأبناء: طاهر وهند وهالة. يعني هند وهالة هادو أولاد. وعتيق بن عابد الزوج ديالها الثاني فين تزوجات منه ولدات منه بنت سماتها هند. إذا كاينة هند ولد وكاين هند بنت. بدات السيدة خديجة تتنبهر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تتعاود لصاحبتها السيدة نفيسة بنت المنبه، تتعاود ليها على النبي بزاف بزاف. وهي تقول لها السيدة نفيسة شنو رأيك تزوجي به؟ قالت لها واش يبغي، يعني واش يبغي محمد؟ قالت لها شوفي انا غنتقص ليك، انا غنشوف ليك الاخبار كيفاش، كوني هانيه. مشات عند النبي عليه الصلاه والسلام، بدات تتحدث معاه. قالت ليه يا محمد واش ما غتزوجش؟ قال لها وشكون غادي يقبل عليا، انا فقير وباقي تنشتغل وهذا. قالت لي شنو رايك بخديجه؟ قال لها خديجه؟ واش خديجه غترضى بيا انا؟ قالت ليه شوف كون هاني، انا غنهضر لك معاها. وبالفعل مشات يعني قالت لها راه النبي عليه الصلاة والسلام راه موافق يتزوج بك. ورجعات على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ليه راه خديجة كذلك راه بغات تتزوج بك، راه وافقت على الزواج منك. وكانت بداية ديال أجمل وأروع قصة حب في التاريخ، قصة النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده ديك الساعة 25 سنة،
والسيدة خديجة كانت عندها 40 سنة، وكان فايت ليها تزوجات 2 مرات. هنايا بغا نطرح واحد النقطة، بأن هاد القضية هادي ديال السيدة خديجة كانت كبيرة على النبي عليه الصلاة والسلام ب15 سنة، ما كانتش مشكل، كانت مقبولة تاريخيًا. يعني عمرنا ما لقينا في السيرة النبوية ولا في الكتب القديمة بأن هذا كان مشكل. علاش خديجة كانت كبر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدًا. فين تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة خديجة؟ رزق الله منها ب6 أبناء، 4 بنات وولدين: رقية، زينب، أم كلثوم، وفاطمة الزهراء. وبالنسبة للولدين: القاسم وعبد الله.